لو كل مرة بتمسك فنجان قهوة حد بيقولك انت هتبوظ كليتك، خد دقيقة اسمع الكلام ده. خطوات الكلى. اتعملت دراسة كبيرة على عشرات الالاف من الناس ولقت ان استهلاك الكافيين من القهوة كان مرتبط بانخفاض تكون حصوات الكلى، مش زي ما الناس فاكرة انه بيزودها. التأثير ده ظهر بعد استهلاك معتدل. طب ايه فعلا اللي بيزود خطر الحصوات؟ ملح عالي في الاكل، بروتين حيواني وسكريات، ومشروبات غازية بكميات كبيرة. القهوة هنا مش البطل الرئيسي في قصة الحصوات، بالعكس في دراسات بتعتبرها عامل واقي عند بعض الحالات. تأثير القهوة على الجسم عموما لو هنتكلم علميا، فاغلب التوصيات بتعتبر الحد 3 فناجين في اليوم لشخص بالغ سليم، ده الاطار المعتدل للكافيين. الدراسات بتؤكد ان الاستهلاك المعتدل ده مش مرتبط بزياده واضحه في مخاطر القلب والاوعيه الدمويه عند معظم الناس. بالعكس في ابحاث ربطت القهوه بانخفاض بسيط في بعض المخاطر زي امراض الكبد، السكري النوع الثاني، وبعض امراض القلب، بشرط يكون نمط الحياه العمومي صحي. المشكله بتبتدي لما الجرعات العاليه من شرب القهوه اكتر من 3 فناجين، او يكون الشخص عنده اصلا ضغط عالي، او اضطرابات في ضربات القلب، او قلق او ارق. ساعتها الكافيين ممكن يسبب زياده في النبض والضغط والارق والرعشه وزياده التوتر عند بعض الناس. الاعتدال في كل نمط الحياه مطلوب لحياه صحيه سليمه.